بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا اتفقنا ان احنا هنتكلم عن علم الإدارة في أحاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وخلونا النهاردة نبتدي بحديث عن أم المؤمنين عائشة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل منكم عملا فليتقنه. تمام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا النهاردة عايزين نعرف ايه الإدارة اللي ممكن نلاقيها جوه هذا الحديث الجميل. حضرتك لو اتنين خرجوا راحوا يعملوا شغلانة نفس الشغلانة، واحد عملها عند العميل ده وواحد عملها عند العميل ده. الأولاني عمل الشغلانة بإتقان جميل جدا وطلعها حاجة جميلة، والتاني راح عند العميل وبالبلدي كده راح مطلصقها وأي كلام. تعال نشوف إيه اللي ممكن يحصل. العميل الاولاني هيحاسب على طول ويقول تمام لانه خد الشغل ومبسوط. العميل التاني هيبتدي يخش في مشاكل ولا ويبتدي ما يدفعش وتحصل مشاكل كتير جدا. ادي اولا، يبقى انا ما قدرتش الشغلانه صح، فبالتالي هنا ما قدرتش اخد فلوسي ودخلت في مشاكل. هنا قدرت الشغلانه بما يرضي الله، فخدت فلوسي وحقي وانا انبسطت والعميل انبسط. تاني حاجة، النهارده لما يجي العميل الاولاني اللي انبسط وعنده واحد قريبه صاحبه معرفته عنده نفس الشغلانه، هيرشح حضرتك ليه. خلي بالك احنا بنتكلم في اي مهنه، مهندس محامي صنايعي دكتور زي ما يكون في نفس المهنه. حضرتك لما يجي العميل يكون مبسوط منك هيرشحك، يبقى انت كده قدرت تسويق نفسك عند العميل بتاعك. لكن الشخص التاني هيقول له اوعى اوعى تروح له، اوعى تشتغل معاه، يبقى هو فشل في إدارة تسويق نفسه. يبقى هنا احنا قدرنا الموضوع بطريقتين مختلفتين. تعالى بقى كمان نقول النهارده انا لما اعمل الشغلانه صح وبما يرضي الله وجميله، هتكون النتيجه ايه؟ هتكون النتيجه ان انا ازددت خبرات، لان انت كل شغلانه بتعملها بتزداد خبره في مجالك، وبتزداد تقنيه جديده، وبتزداد معلومه جديده. يعني الشغل ده دايما بيفيد وايدك بتاخد مهاره جديده. فانت هنا قدرت خبراتك برضو بطريقه سليمه، لكن لو تلصقت يبقى أدرت خبراتك بطريقة غير سليمة. إذا إحنا لو عشان ما نطولش، لو مسكنا الحديث الجميل بتاع سيدنا النبي ده وخدناه واحدة واحدة كده هنلاقي الموضوع كبير قوي. ده طب لو خدنا الجزء الدنيوي، تعالى بقى ناخد الجزء بتاع الآخرة. حضرتك لما تعمل شغل بما يرضي الله وتخرج والعميل بيقول لك الله يبارك لك، الله يفتح عليك، انت عامل حاجة كويسة، اخدت دعوات، انت نفسك خدت حسنات عشان عملت بحديث سيدنا النبي واتقنت عملك، مش كده؟ يبقى انت هنا قدرت دنيتك وقدرت اخرتك. خدت صيت حلو قوي قوي في دنيتك، وفي نفس الوقت اخدت صيت تاني في الاخره، واخدت حسنات ودخلت الجنه. اوعى تقول لي ان البني ادم اللي بيتلصق الشغل ده بيتلصقه عشان هو ما خدش حقه لا. خد حقك، اشتغل صح، ما خدتش حقك ما تشتغلش. او قول للزبون انا هتلصق لك لاني مش واخد حقك، عشان تبقى حتى قدام ربنا انت فعلا كنت صادق وصريح. لان التاجر الصدوق او البني ادم الصادق ده حاجة كويسة جدا. حاول ان انت تدير منظومة شغلك تحت حديث سيدنا النبي: من عمل منكم عملا فليتقنه. اتقنوا عملكم، ده يجي عليكم بحاجات جميلة قوي وحاجات ممتازة جدا. وهيجي بقى كمان الحاجة التالتة على البلد، ان هو هيرفع من اسم البلد. هيبقى اسم المهنة اللي حضرتك اتقنت فيها عملك وكل زمايلك اتقنوا عمله، يقول لك اه لا ده الناس في مصر، ده الناس في السعودية، ده الناس في الكويت، ده الناس بيعملوا الشغل 10/10. يبقى حضرتك اتقن عملك، هتكسب من ورا الموضوع ده حاجات كتير جدا. كفانا كسل، كفانا تلصقة، كفانا البعد عن أحاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما حبيتش أطول عليكم، قلت لكم نبذة بسيطة، لكن أكيد أنتوا هتقدروا تطلعوا من جوه الحديث حاجات كتير جدا. أتمنى لكم كل خير، وربنا إن شاء الله يفتح عليكم وتتقنوا عملكم وترفعوا من اسمكم، وتكون دايما فعلا مع مايكا جروب شركاء النجاح. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله.